وسهلوا في غير موضوع رووا. الكلام عن الحديث الضعيف، ليس الكلام عن الحديث الموضوع. الحديث الموضوع هذا لا يقبل في أي محل ولا يروى إلا مع بيان حاله. هذا الحديث الموضوع. الضعيف له طريق غير طريق، له تعامل غير تعامل الموضوع. يقول العراقي: وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لحكم. لا تحتاج أن تقول هذا ضعيف ولا هذا صحيح، ما تحتاج أن تذكر هذا كله. من غير تبيين لحكم ورأوا بيانه في الحكم والعقائد. إذا كان الكلام في العقائد أو كان الكلام في الحال الحرام في الأحكام فلا بد بالبيان الضعيف. إذا لم يكن الكلام في هذين فسبيل الأئمة، يقول العراقي، عن ابن مهدي وغير واحد. هذا الذي ينقل عن الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويحيى بن معين ما كانوا يتشددون عندما يكون الكلام في السير. ولهذا يقول العراقي لما جاء ينظم في السيرة ألفيته الطويلة يقول: وليعلم الناظر أن السيارة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى به، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر. فلا يعترض على متكلم في السيرة بأن يقال له ما الإسناد إلى هذا، وهذا كلام ضعيف، وهذا ضعفه فلان وعلتان، لأن الكلام في السير كما سمعتم عن الأئمة لا يقوله فلان الذي ترونه تشاهدونه، بل هو يحكي كلام من فخم شأنه في صدور كل ذي صدر. وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لحكم ورأوا بيانه في الحكم والعقائد.